جانبية رأسية والهدف ضد مجرى المباراة إن صح التعبير، ضد مجرى المباراة إن صح التعبير. المستشيل علي أكبر دراجي هو اللي استجل الهدف ضد مجرى المواجهة، لأن المنتخب الوطني المغربي هو من كان مبادرا، والمنتخب العراقي يريد أن ينهي تفاصيل الشوط الأول بهدف قبل التوجه لمستودع الملابس. لاحظوا هنا طه بن غزير تتلقى شباكه. إذن أول أهداف كأس العرب. نشاهد هنا الرأسية، فاجأ الحارس، فاجأ الدفاع. لاحظوا التموضع، الارتقاء ثم الرأسية، الزاوية البعيدة ووضع الكرة في المرمى. إذن هدف واحد مقابل لا شيء. المنتخب العراقي يتقدم أمام المنتخب الوطني المغربي. هذا الهدف هل يجعل العناصر الوطنية تتحرك وتقوم بردة فعل سريعة؟ نتابع. كرة أمامية وضيعة، محاولة ممتازة، رافع مدافع للحفظ على الكرة ديالو، مرور، محاولة اختراق داخل منطقة الجزاء، محاولة ممتازة، يقوم تمريرة، فرصة صويبة، الحارس ينقذ الموقف، الحارس سجاد شيب. لاحظوا كيف يتلقى تهاني من زملائه، طريقة ديال إبعاد الخطورة، لأنه التمريرة أيضا كانت جيدة، التمريرة ديال رافعي والتصويبة كان بإمكانها أنها تعطي الإضافة أعتقد من جانب محمد كبداني، كان في وضعية مواتية. إذن لا تزال الكرة لصالح عناصر المنتخب الوطني المغربي في الزاوية. كل لاعبين المنتخب العراقي راجعين للخلف. استعداد من عبد الحميد معلي يسعى لرفع هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، تنفذ رأسية، هدف! هدف جميل. تحدثنا على ردة الفعل وكيجي اللاعب محمد قطيبة يتمكن من وضع الكرة في المرمى، معلنا عن الهدف الأول للمنتخب الوطني المغربي. لاحظوا هنا تمريرة جيدة رأسية مباشرة للمرمى، لأن اللاعب اللي كان في القائم الأول لم يتمكن من القيام بالتغطية بشكل مناسب. الحارس حاول ما أمكن أنه يقوم بارتماء، ولكن لاحظوا مثل هكذا أهداف مخادعة، أهداف جيدة، أهداف صعب إيقاف مثل هكذا كرات. لاحظوا هنا بين قدمي اللاعب والحارس كما نتابع سجاد شهيب يظهر على أنه لم يستسيغ الهدف الماضي. وهدف واحد داخل كل مرمى. تحدث عن المنتخب حامل اللقب ووصيف النسخة ما قبل الماضية. كرة لاحظوا هنا أمامية، هذه صعبة، يجب إبعاد الخطورة، وهدف في نفس الزاوية اللي جات من خلاله الرأسية الأولى. هدف المستشيل كرار قاطع، وهو من يضع الكرة في المرمى. يعني الشوط أو الوقت البدل ضائع في هذه الجولة الأولى. حمل أهداف بالزاوية البعيدة، ولاعب دخل وحيدا دون تغطية. لاحظوا أمام لاعبين اثنين، ثم تصويبة للزاوية البعيدة. جوج ديال الأهداف مقابل هدف واحد، نتيجة مسجلة لحد الساعة، والوقت يمضي. عناصر المنتخب الوطني المغربي الآن في بحث لتسجيل هدف تعادل. أحمد كاظم الربيعي عاد من جديد ليتنفس بالوضع الطبيعي، على اعتبار أنه الهدف اللي جاء من عناصر المنتخب الوطني المغربي ما كانش كيتوقعوه بالمرة. وفي هذه اللحظات يحيى الملا يعلن على نهاية تفاصيل الشوط الأول من عمر هذه المواجهة بهدفين مقابل هدف واحد. هي النتيجة المسجلة. الموعد سيكون أو يتجدد معكم مشاهدينا الكرام مع انطلاقة الشوط الثاني، دائما ضمن كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة، بث مباشر عبر